السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ هنعمل مع بعض النهاردة ورقة اللحمة بطريقة سهلة وبسيطة جدا، ولا اسهل ولا ابسط من كده، وطعمها بيبقى جميل جدا. لازم تجربوها بالوصفة دي هتعجبكم. معايا بقى هنا بطاطس بتاعتي، كمية البطاطس اللي انت عايزاها واللي انت حباها. انا مقطعها بالشكل دوت، مقطعها بشكل سميك شوية. لو عايزة تقطعيها حلقان بتقطعيها برضو، بس بتخليها مليانة شوية عشان ايه تستحمل السوا بتاع اللحمة بتاعك وما متنهريش. معايا بقى بصلتين مقطعهم جوانح، ومعايا طماطم وشطة، ومعايا ديل اللحمة بتاعتي، وفصين من الثوم. هبدأ بقى ايه اعمل ايه، ان انا هبدأ اجهز اللحمة بتاعتي. هجيب طبق وهحط اللحمة، وهجيب فلفل اسمر، وهجيب ملح. يعني انا هتبلها بالفلفل والملح من على الجنبين. بتتبليهم كويس جدا، وتفضلي تدعكي في اللحمة لحد ما تتشرب الفلفل الاسمر والملح بتاعك. بتتبليهم كويس جدا. بتدي الخطوة دي بتدي طعم وريحة للحمة بصراحة جميلة جدا. انا بقى كده خلاص كنت حطيت الملح والفلفل. هبدأ بقى ان انا اجيب مقلة عندي، واحط فيها معلقتين من السمنة البلدي. لو ما عندكيش سمنة بلدي حطي سمنة نباتي، اي مادة دهنية انت حابة ان انت تستخدميها. بدأت بقى ان انا سبتهم يسخنوا كويس، ورحت حاطة فيه عليها اللحمة بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. وان انا هفضل اشوح اللحمة كويس، يعني انا هشوح اللحمة من على الجنبين، يعني هديلها كده تشويحة تاخد لون معايا. هبدأ ان انا اطلعها. هجيب بقى الزيت اللي انا عملت فيه شوحت فيه اللحمة. هبدأ هنزل بالبصل بتاعي، وهفضل اقلبه لحد ما يدبل، بس يدبل حاجة بسيطة. يعني انا مش عايزة البصل بتاعي اللي هو يدبل خالص، لا، يعني انا عايزة البصل يبقى برضو ايه، في يعني لسه مصحصح معايا معنى اصح. جبت بقى البولة وحطيت فيها البطاطس، وهنزل بقى بالطماطم والشطة بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهنزل بالفصين بالثوم، وهجيب البصل بتاعي اللي انا كرملته شوية على النار. هبدأ بقى ان انا اجيب البهارات بتاعتي. معايا كزبرة، ومعايا بابريكا وملح، وديت 7 بهارات، وفلفل اسمر. هي دي البهارات بتاعتي بس اللي هحطها من هنا. هحط نص معلقة من كل حاجة. وهتدوقي طبعا الحدوقية. لو محتاجة هتحطي ايه، هتزودي ملح. هبدأ بقى ان انا اجيب الصينية بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، وهنزل فيها بالبطاطس والخليط ده، وهرص اللحمة بقى. هبدأ ان انا اجيب اللحمة بتاعتي وارصها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت كده. وهبدأ ان انا اغطيها، او ايه يعني اغطيها بحاجة محكمة عندي، او لو مش عندك مثلا غطا للصينية بتاعتك، او الصينية بتاعتك مش محكمة، غطيها بورق فويل هتبقى معاكي كويسة. بس قفلي الورق الفويل كويس عشان البخار هو اللي هيسوي اللحمة بتاعتك. قفلتها انا طبعا كده ودخلتها الفرن، وده كان شكلها بعد ما طلعت من الفرن. بسم الله ما شاء الله، تحفة جدا، ولا ريحتها جايبة لاخر الشارع فعلا. وده الشكل بتاعها، بصوا الجمال، ولا بصوا الحلاوة. البطاطس مستوية خالص، واللحمة برضو مستوية، ولا اطعم ولا اروع من كده. جربيها هتعجبك خالص. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.